نعمل ايه علشان نحافظ على نفسنا؟ الفيديو والله مصوراه، بصوا ورا بعض على طول ورا بعض على طول. نعمل ايه عشان نحافظ على نفسنا من الفتن اللي احنا بنتعرض لها يوميا، ونعمل ايه عشان نحافظ على نفسنا من الازمات اللي برضو بنتعرض لها يوميا؟ ده مش يوميا، ده كل شوية. لازم تتعلمي تفصلي بين الألم وبين القرارات الكبيرة. القرارات الكبيرة اللي هتغير لك مسار حياتك كله، لازم تتعلمي تفصلي بين ده وبين ده. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. ما تمشيش الطريق وانت مش شايفاه، ما تاخديش قرار الا وانت تكوني متيقنه منه، شايفه العلم بيقول ايه، شايفه الدين بيقول ايه. خلي عندك رؤيه واسعه، ما تتخطيهوش، ما تعديهوش اللي انا عايزه اسيطر وخلاص. اعرفي ان الازمات مش تعريفك انت عن نفسك. يعني الازمات ما بتقولش دينا ده يا جماعه، لا. الازمه ده بيبقى وقت ممكن يبقى طويل شويه، ممكن يبقى قصير، ممكن يخلص في يوم 2، ممكن يخلص في سنة سنتين. الأزمة إن مع العسر إيه؟ يسرا. فربنا سبحانه وتعالى إذا وضعني في أزمة، أو أنا موجودة في الأزمة دي، فأنا بصبر على البلاء ده، وببعد عن الثوابت، وببعد عن قراراتي المصيرية في حياتي. أنا ببعد ده كله عشان الألم أصلا بيأثر على الإنسان. فلما الإنسان يبقى عنده ألم، ده ممكن والعياذ بالله يوصل للشرك. فإحنا رايحين فين؟ إحنا رايحين في حتة غلط خالص، ما ينفعش نوصل لها، ما ينفعش. الإيمان ده يزيد وينقص. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بزيادة الأعمال الصالحة وينقص بنقصان الأعمال الصالحة. يزيد لحد ما يدخل صاحبه الجنة، وينقص لحد ما يدخل صاحبه النار والعياذ بالله. علاقتك بربنا لازم تبقى مبنية على حب، ما ينفعش تبقى مبنية على خوف. أنا بعمل كده عشان أدخل الجنة، أنا مش بعمل كده عشان ما أدخلش النار. عشان على طول أنا بحس إن أنا تحت شعور التهديد، أنا مهددة. طول ما الانسان حاسس انه تحت شعور التهديد، انت لو عملتش كده دي فيها جنه ونار. طول ما الانسان اقنع نفسه كده واقنع دماغه كده ان انا بعمل ده عشان ادخل الجنه، بعمل ده عشان ما ادخلش النار وابعد عنها، وبخوف، مع اول الم هيلمس الانسان ده هيبعد. لان اللي بيقرب حاجه خايف منها او مهدد منها بيبعد عنها. لكن اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى ومقرب لربنا، حب في الجنه، حب في ان انا ارضي ربنا، وماسك في ربنا، ماسك في رضا ربنا سبحانه وتعالى، هيفضل ثابت، هيفضل ايمانه قوي، وهيفضل يزيد. فاللي علاقته بربنا مبنية على حب، وقت الألم والأزمة النفسية هو بيجري على ربنا، هو بيجري إلى الله، مش من الله، لا، هو بيجري إلى، مش بيبعد. ده اللي علاقته مبنية على حب الله سبحانه وتعالى. لازم تقوي جدار النفس، قوة النفس ان هي تمنع الانهيار لما الزلزال يحصل. مش انها ما تغلطش خالص، مش انها تهد الدنيا خالص، لا. النفس تبقى قوية لما تبقى عارفة ومدية نفسها البراح ان انا مش معصومة من الخطأ، ممكن ان انا اخطأ، بس طول ما انا فيا نفس انا هرجع، طول ما انا فيا نفس انا الى الله. تمام؟ دي قوة جدار النفس، ان انا مش همنع الاخطاء، طبيعي هيحصل اخطاء، بس ان انا اصلح ابني نفسي تاني. هو ده قوه جدار النفس. لازم يبقى ليا 3 عادات ثابته في اليوم، زي قراءه القران. ما ينفعش يومي ما يبقى ما فيهوش قراءه قران، ان شاء الله ايه. لازم. انا مسلمه، امال ايه؟ امال انا ازاي يعني ايه ابقى مش فاهمه اصلا القران فيه ايه؟ لا تعقل. لازم احاول واجتهد واسعى ان انا احافظ على صلاتي. لازم ده 1 2، ده الف ب ان انا احافظ على صلاتي وعلاقتي بربنا. لازم ان انا يكون عندي دعاء ثابت لنفسي، انا كمان بدعي لنفسي. انا مش بس هقعد اطلب من الناس ودعوة 40 حد مستجابة، لا. انا مش هقعد ادعي الناس واقول للناس يدعوا لي، انا كمان ادعي لنفسي. انا عندي لسان، ده الدعاء ده عبادة. ده الدعاء ده عبادة عظيمة جدا، صلة بربنا عظيمة جدا، ابواب مفتوحة، ازاي ما نستغلهاش؟ لازم يبقى في 3 عادات عندك ثابته علشان تعرفي وقت الأزمة ازاي ربنا ييسرها عليكي. الحاجات الصغيرة دي هي دي اللي بتوصلك للصراط المستقيم، للطريق المستقيم، الطريق اللي ما فيهوش اعوجاج. افكرك ايه هو الصراط المستقيم؟ اللي انت بتطلبيه من ربنا 17 مرة في اليوم، كل ما بتقرأي سورة الفاتحة في الصلاة 17 مرة من غير السنن، فرائض بس. تمام؟ الطريق المستقيم ده انت كمان قلتي لربنا في الصلاة ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم، ومش اي صراط، صراط الذين أنعمت عليهم. يا رب أنا عايزة الصراط اللي أنعمت بيه على عبادك الصالحين والشهداء والصديقين والأنبياء.
انا عايزه الطريق ده يا رب. الحاجات دي والعادات دي هي اللي هتوصلك للطريق ده ان شاء الله. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ربنا سبحانه وتعالى قال لي لما الافكار السلبيه دي تجيلك، لما الشيطان يقعد يوسوس لك، تعملي ايه؟ ينزغك كده؟ لا، تقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الافكار دي هتاخد بعضها ان شاء الله وهتمشي، والشيطان كمان هيمشي معاها. واخيرا، لو انت بتمري بازمه نفسيه، ما تستعجليش على نفسك وما تعاقبيش نفسك بانك تاخدي قرار زي ده، لان الحجاب هو ستر ورحمه ليكي. اللي بيعدي الازمه وهو صابر وماسك في ربنا سبحانه وتعالى وماسك في رضا ربنا سبحانه وتعالى، بيخرج من الازمه دي ومجبور الخاطر، وبيبقى اقرب لربنا 1000 مره من ما كان عليها. بس كده.